السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لكل اللي اتفرج على الفيديو المرة اللي فاتت يا رب يكون عجبه، تكون عجبته الرحلة بتاعتنا المرة اللي فاتت. وفي ناس ما عجبانوش لايك، اتمنى المرة دي يعني يبقوا يعملوا لايك، جاملوني بيه حاجة هتفرحني يعني، مش هخسر حاجة. ويلا بينا نبدأ رحلتنا الجديدة النهاردة. هنتكلم النهاردة عن معلم من أقدم المعالم التاريخية في العالم ومن أبرزهم، وهو الكولوسيوم. وده هو عبارة عن مدرج ضخم موجود في قلب مدينة روما. أكيد عدى على حد قبل كده شاف صورته شاف شكله، يعني أكيد إن في حد شافه، ولو ما شفتوش قبل كده فيلا بينا نبدأ رحلتنا. شغل لي مخك ودوروا معايا كده وشغل لي خيالك، ويلا بينا هنرجع لغاية القرن الأول الميلادي. تعالوا نشوف بقى الأرض دي كانت عبارة ساعتها عن إيه قبل ما الكولوسيوم يتبني، الأرض بتاعته اللي هو اتبنى عليها. هنلاقي إن هي كانت عبارة عن بحيرة كبيرة موجود حواليها شجر وموجود على حواليها زرع وخضرة. جت عبر الزمن إن هي بقت اتحولت لمستنقعات وبقت حاجة تقرف، وبقت يعني حاجة مش نضيفة خالص ومكان مش كويس بسبب العوامل وبسبب الزمن يعني. وبعد كده جه الإمبراطور نيرون، حب إن هو مكان زي ده في وسط روما لازم إن هو يستغله، فحب إن هو يعمل حدائق ضخمة جدا، وعمل لنفسه وبنى لنفسه قصر فخم كبير. وحط في قلب الحدائق دي حب إن هو يعمل مسرح علشان العروض المسرحية اللي كانت بتتعمل ساعتها، وعروض المصارعة والمنافسات اللي كانت بتحصل في الوقت ده. جه بعد كده الإمبراطور فاسبازيان بعد حريق روما العظيم قرر إن هو يخلي المكان ده عبارة عن مكان عام، وبدأ إن هو يبني فعلا الكولوسيوم. طب يا ترى ليه بقى اختار المكان ده بالذات إن هو اللي يتبني فيه الكولوسيوم؟ لسببين. السبب الأول إن فاسبازيان كان عايز يختار موقع مركزي أو مكان مركزي تقدر توصله بسهولة من أي مكان في روما، وهو ده المكان المناسب اللي هو اختاره. السبب التاني إن هو كان عايز يعمل نصب تذكاري ضخم جدا للإمبراطورية الرومانية في وقتها. هو اختار الحاجة الأمثل لده وإن هي تكون الكولوسيوم. وباختصار أرض الكولوسيوم شافت تحولات وتغييرات كبيرة جدا قبل ما تكون هي الأيقونة العالمية الضخمة اللي احنا شايفينها في الوقت الحالي. وعلى الرغم ان الكولوسيوم يعتبر رمز تاريخي كبير للامبراطوريه الرومانيه، الا ان هو ما بناهوش فرد واحد، او ما يرجعش الفضل في ان هو اتبنى لشخص واحد بس، لا هو كان نتيجه جهود عده اواتره. فعندنا مثلا هنلاقي اول حد بدا فيه زي ما قلنا الامبراطور فاسبازيان، هو اللي بدا او حط طوبه الاساس سنه 70 ميلاديا. وده ما كانش هو العمل الوحيد اللي هو قام بيه، ده كان من ضمن عده مشاريع ضخمه كان عايز يعملها علشان بعد الحريق الكبير اللي حصل في روما. عندنا تاني حد بعد فاسبازيان هو ابنه الامبراطور تيتوس، وده اللي هو بنى المكان بالبناء الاساسي بتاعه، هو اللي كان البنى الاساسي ليه سنه 80 ميلاديا، وهو اللي اشرف على الافتتاح بتاع المكان اللي استمر لمده 100 يوم. وجه بعده الامبراطور دوميتيان عمل شويه تعديلات نهائيه بس مش اكتر في فتره حكمه. نيجي بقى لسؤال مهم، وهو ليه اسمه الكولوسيوم؟ هنيجي يرجع لسببين الاسم ده، او عدى بمرحلتين. هو ما كانش اسمه اصلا في الاول الكولوسيوم، كان الاول اسمه المدرج الفيلافي. المدرج الفيلافي ده كان بينسب للسلاله الفيلافيه اللي هي بنت الكولوسيوم اصلا، اللي هم الاباطره اللي بنوه، وده كان اسمهم السلاله الفيلافيه او فلافيان دينستي. تمام. جه بعد كده الاسم الثاني اللي هو الكولوسيوم، ده الاسم ده اتسمى عليه علشان نيرون، كان الامبراطور نيرون زي ما قلنا ان هو كان باني تمثال ضخم جنب الكولوسيوم، فهو الناس انسبت الاسم ده ليه، يعني كان اسمه الكولوسوس. بالتقريب بقى ان الناس قربت ده من ده، فبقى الاسم الشائع عليه الكولوسيوم. يعني التمثال كان اسمه كولوسوس، كان تمثال ضخم جنب الكولوسيوم، فهم ربطوا الاسمين ببعض وتحول ان ده بقى اسمه اللي شائع لغايه النهارده، واللي احنا دايما بنقوله لغايه النهارده. والكولوسيوم اتميز ان هو كان طبعا ضخم جدا، وان هو هندسته المعماريه مذهله لدرجه ان هو كان بياخد في وقت زي ده من مئات السنين كان بيوصل لعدد المتفرجين فيه ل50,000 متفرج. طبعا ده في وقتها كان عدد مهول جدا جدا. احنا لغايه دلوقتي في مدرجات بتتبني وعلى اعلى مستوى وباعلى الامكانيات وما بتوصلش للرقم ده. والكولوسيوم كانت بتحصل فيه أكتر الأحداث الوحشية والترفيهية اللي حصلت في تاريخ روما كلها، وفي تاريخ الإمبراطورية الرومانية كلها. تمام. ومن الأحداث دي كان بيتعرض فيه مسرحيات، كانت بتحصل فيه عروض مصارعات بين الناس وبعضها، مصارعات بين المحاربين أو ما بين الناس والحيوانات، مصارعات بين الحيوانات نفسهم. كان بيحصل إن هم المجرمين بيرموهم او بيعدموهم عن طريق ان هم بيحطوهم للحيوانات، كيسه للحيوانات. دي كانت من افظع الحاجات، ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني اللي كانت بتحصل ومستغرب هي كانت بتحصل ازاي.
هما كانوا بيملوا الساحة بتاعت الكولوسيوم، بيملوها مية ويعملوا فيها زي معارك أو معارك حقيقية صورية، مش حاجات، مش معركة حقيقية، لكن كانوا بيعملوا زي عروض مسرحية. كان طبعا بيتم كده كده فيها مسرحيات في الكولوسيوم، كانوا بيعملوا بقى عروض مسرحية للمعارك البحرية، إن هم يملوا الساحة بتاعت المكان مية ويعملوا المعارك البحرية فيها. وعلى الرغم ان الاحداث او الحاجات اللي كانت بتحصل في الكولوسيوم دي كانت شديده العنف وشديده الوحشيه، الا ان هي كانت في الوقت ده حاجه مقبوله وحاجه ترفيهيه وعاديه جدا بالنسبه للناس. ومع ذلك مع الوقت ومع مرور السنين بدات العنف وبدات الاحداث الوحشيه دي ان هي تقل حاجه في حاجه، ويتم التمركز بس على المسرحيات وعلى المهرجانات. والكولوسيوم بيتميز بان هو تصميمه معقد، وده اللي خلاه ان هو قدر ياخد العدد الضخم او العدد المهول ده من الناس، واللي لغايه النهارده بنشوف ان في مدرجات بيتم انشائها بتحاول ان هي تقلد نفس التصميم ونفس الشكل بتاعه. ومع مرور الوقت هنلاقي ان الكولوسيوم اتعرض لدمار وتغييرات كتير جدا على مر السنين، وده بسبب الحروب وبسبب الزلازل. ومع ذلك هو قدر ان هو يحافظ على ان هو يكون رمز قوي جدا للحضاره الرومانيه، ويحافظ على قيمته وعلى مكانته، واللي لغايه النهارده هو واحد من اهم المعالم الاثريه في العالم ومن اهم المواقع، وبيزوروا ملايين حول العالم من كل حته ومن كل مكان، بيزوروا ملايين كل سنه. وبالرغم من الاحداث اللي احنا شفناها الوحشيه اللي كانت بتحصل والحاجات اللي كانت بتحصل جوه الكولوسيوم زمان، الا ان هو تم ترميمه عبر السنين واهتموا بيه، ما عملوهوش او ما سابوهوش كده، لا هم اهتموا بترميمه واهتموا بان هو يحافظ على مكانته لغايه ما اصبح ان هو بقى رايه او بقى رمز للسلام وللتسامح بين الشعوب. والكولوسيوم هو عباره عن مبنى شكله بيضاوي ضخم، ويعني زي قفص كبير تمام، موجود جواه عباره عن ادوار فوق بعض، كل دور بيبقى عباره عن صفوف، الصف موجود فيه اماكن حجريه للقعاد، وهي اللي كانت بتاخد العدد الضخم ده من الجمهور او من المتفرجين. وحيطان الكولوسيوم موجود فيها اقواس كبيره وصغيره بعدد كبير جدا، وده اللي بيديله مظهر جمالي ومظهر قوي في نفس الوقت. والمبنى او الكولوسيوم مبني من الطوب ومن الحجر الجيري ومن الخرسانه، وده اللي اداله القوه والمتانه اللي خلته لغايه النهارده وعلى مر السنين وعلى مر القرون ان هو قادر يحافظ على مكانته وقادر يحافظ على قوته برغم تاثير العوامل الجويه عليه. والمبنى متدعم باعمده قويه وضخمه بتساعد او بتساهم ان هو يكون متثبت كويس في الارض لغايه النهارده. والكولوسيوم في النهايه احب اقول لكم ان هو مش مجرد مبنى قديم وضخم وخلاص، لا هو عباره عن شاهد ورمز لعبقريه المهندسين الرومان زمان، لان هم فعلا كانوا قادرين يبنوا هياكل ضخمه بالقوه وبالقدره دي في وقتها. ودي حاجه لغايه النهارده احنا بنشوف امكانيات وبنشوف حاجات كبيره جدا، يعني كل حاجه متاحه للمهندسين وكل حاجه متاحه بامكانيات وباعلى مستوى، ولكن بقينا صعب نشوف حاجه فعلا فريده من نوعها زي الكولوسيوم. وفعلا انك تزور مكان زي الكولوسيوم فدي حاجه يعني ان انت كانك بالظبط رحت في رحله عبر الزمن عشان تشوف فعلا الحضاره الرومانيه القديمه. وكده نكون خلصنا يا رب رحلتنا تكون عجبتكم المره دي، ولو حابين او عايزين ان احنا نروح في رحله تانية او في مكان معين يعني قولوا لي في الكومنتس واحنا نروح الرحله دي سوا. ويا رب لو الفيديو عجبكم والرحله تكون عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو قلتوا لي اي كلمه حلوه منكم في الكومنتس هكون فرحان جدا وهيفرق معايا بجد. واشوفكم في رحله جديده قريب ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.